يلا سريعا الفيديو التاني. ايه اللي بيحصل في سهم القاهرة للإسكان؟ القاهرة للإسكان سهم نجد فيه ان هو كان عنده فترات كتيرة صاعدة على الفريمات الكبيرة لحد ما وصلنا للمنطقة دي اعلى قمة احنا جبناها. القمة كونت لنا قاع جديد، يعني انت عندك قاع اهو نزلت تحته، قاع كمان نزلت تحته، قاع كمان نزلت تحته. يبقى احنا هنا متجهين لفكرة تشينج اوف كاركتر او تغير هابط. رجعنا تاني لقمة جديدة ما عدتش القمة القديمة. ده معناه ايه؟ ده معناه ان السهم اتخذ الاتجاه الهابط. ده يدل على ايه؟ ان السهم هابط هابط هابط. طب هابط لحد فين؟ الحقيقي ما اقدرش اقول، لان انت لازم بتحدد مناطق هبوط. فين منطقه الهبوط مثلا؟ ده مش قاع حقيقي، لان القاع الحقيقي ده ما كونش قمه حقيقيه، فانت محتاج تنزل تسحبه. يعني السهم دلوقتي بجنيه 170 قرش، هينزل لل 90 قرش، 90 قرش 73. فانت لسه محتاج تنزل تحتهم كمان. اما تنزل تحتهم نبدا نشوف السهم، يبقى الاتجاه في سهم القاهره للاسكان هابط.